السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وأهلا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم طريقة استعمال الطاجين لأول مرة، وكيفاش نحافظوا عليه مدة طويلة باش ما يطرطقش لينا وباش ما يحرق ليناش الأكل ديالنا. فأول حاجة من كناخدوا الطاجين ديالنا من الأحسن أننا ناخدوا الطاجين ديال الطين، ما ناخدوش داك الطاجين اللي كيكون مزلج، لأننا ولينا كنسمعوا مؤخرا على أنه فيه مواد اللي هي مضرة على الصحة ديالنا. وباش نتفاداو هاد المشاكل من الاحسن اننا ناخدو طاجين ديال الطين العادي. اول حاجه كنديروها من بعد ما كنشريو الطاجين، كنغسلوه مزيان من داك التراب اللي كيكون فيه، ومن بعد كناخدو شي بانيو فيه الماء وكنغطسو فيه الطاجين ديالنا بالغطايه ديالته، كنخليوه على الاقل واحد نصف ساعه، ممكن تخليوه ليله كامله. لكن ردوا البال لان كاين واحد النوع ديال الطين اللي كديرو في الماء وكيبدا يتفرتت، لهذا نحاولوا اننا ناخذوا الطاجين من النوعيه الممتازه. فبعد ذلك كنخليو الطاجين كنحيدوه من الماء وكنخليوه حتى ينشف، وكناخذوا واحد الزليفه ديال الزيت النباتي او زيت الزيتون اللي بغيتو نتوما. فانا خديت زيت الزيتون وخلطته مع الزيت النباتي. هو من الاحسن انه تستعملوا زيت الزيتون لانه كيعطي واحد اللذه زوينه للطاجين. وكنحاولوا اننا ندهنوا الطاجين مزيان مزيان من الداخل، يعني نشبعوه مزيان بداك الزيت. ويمكن لكم انكم تعوضوا الزيت بالشحمه، الا كانت متوفره عندكم الشحمه ديال الكلوه فهي ايضا كتعطي واحد البنه للطاجين اللي هي لذيذه. فالناس ديال زمان كانوا تيدهنوه بالشحمه، وملي كتكون تطيبي في داك الطاجين فهو كيعطي واحد اللذه زوينه للاكل. فكما قلت لكم اننا نحاولوا اننا ندهنوه من الداخل ومن برا، وندهنوه حتى للطايه ديالته مزيان مزيان. ومن بعد كندخلوه الفران اللي كيكون سخون مزيان من قبل، نكونوا طيبنا الخبز او شي حاجه في الفران، ومن بعد كنطفيو عليه وكندخلوه الفرن ونخليه في الفرن واحد المده ديال نصف ساعه. بالنسبه للاخوات اللي كتوفروا في الاحياء ديالهم على فران الحومه، ممكن اننا نديوه يعني الفران، وهو مول الفران كيتكلف به، حيث انه كيغطسوا في داك الرماد كيكون سخون واحد المده ديال 15 حتى ل 30 دقيقه. واحد النصيحه اللي هي مهمه بزاف هو اننا من كنكونوا كنطيبوا الطاجين ضروري ما نوضعوا واحد الحديده من تحته، او لا كاين واحد الحديده خاصه به اللي هي على هذا الشكل هذا. وضروري ضروري اننا منطيبوه على عافيه مهيله مهيله بزاف، باش كنتفاداو انه يتحرق لينا الطاجين ويحرق لينا الاكل، وباش يجينا الاكل لذيذ وما يطلقش الطاجين الريحه ديال الطين ديالو. فكناخذوا الطاجين وكنعملوا فيه القشور ديال الخضر اللي متوفره عندكم، القشور ديالها سواء البطاطا او البصله او القرعه او خيزو. فانا عملت قشور ديال البطاطا وقشور ديال البصله طبيعه الحال من بعد ما نظفتهم مزيان، وكذلك الاعشاب اللي موجوده عندكم. فانا استعملت الزعتر والزعتره وورق الغار او ورقه سيدنا موسى. ممكن انكم تستعملوا الاعشاب اللي متوفره عندكم، الازير، اي اعشاب متوفره عندكم. وكنعملوا معاهم الزيت وكنخليهم كيغلاو في ديك الزيت مزيان حتى تيقربوا انهم يدبالوا تقريبا واحد 10 حتى 15 دقيقه. بعد مرور 15 دقيقه صافي كنطفيو على الطاجين وكنخليوه نزيد يتشرب دوك الاعشاب وديك القشور ديال البطاطا واحد المده ديال ساعه او ساعتين. من بعد كنغسلوا الطاجين ديالنا عادي، وهكا كيكون صالح للاستعمال. واخر نصيحه هي واحد المعلومه بغيت نشاركها معكم، ربما اغلبيه النساء ما عارفينهاش، وكاينه اللي غادي تكون عارفاها طبيعه الحال. هي ديك الحفره اللي كتكون فوق الغطاء ديال الطاجين ديالنا، اللي الكثير منا كنا كنحطوا فيه المعلقه، وانا منهم كنت كنحط فيها غير المعلقه وما كنتش عارفه هذه علاش. فهي معموله او مصنوعه لغرض جد مهم في الطهي ديال الطاجين. هو من بعد ما يعني كنصبوا الطاجين ديالنا عادي، فالحفره كنوضعوا فيها الماء، ماء بارد من روبيني كناخذوه وكنوضعوا القليل منه في ديك الحفره.
فهذاك الماء كنوضعوه لغرضين. الغرض الاول هو انه كيساعد الطاجين باش يطلق البخار من التحت، وهكا كيعمل الضغط في الطاجين بحال شي كوكوط، وتيطيب يعني الاكل بسرعه، وهكا تيجينا مزيان. الغرض الثاني في كميه الماء اللي وضعنا في الحفره، من كتبدا تنقص داك الماء اللي في الحفره، فهكا كنعرفوا بان الماء اللي موجود عندنا في الداخل ديال الطاجين بدا تينقص، بلا ما نبقاو نحلو ونسدو كل مره الطاجين. وصلنا لنهايه الفيديو. أتمنى أنه نكون فدتكم ولو قليلا عن استعمال الطاجين لأول مرة. فإلى عجبكم فيديو اليوم ديروا لايك وشاركوا في القناة باش توصلوا بالجديد. شكرا لكم أخواتي على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.